يا سيدي أمريكا، ضربة أمريكا أريح من بشار الأسد. على القليل يا أخي أمريكا بتعرف إنه يهود عدو الله، بس بشار الأسد من طول عمره يعني بضل ابن بلدنا يعني، بس أرحم. أمريكا أرحم من بشار الأسد. والله إن شاء الله تكون قاسمة إن شاء الله. ونحن بنتمنى من أوباما يريحنا من هالطاغية بشار الأسد وعوانه. ما بيضربوا الامريكان، ما بيضربوا. اذا ما يلاقون واحد مثل بشار يحافظ على اسرائيل ما بيضربوا. هذا كله اعلام وكله حمايه لبشار. اصلا يجوز يضربونا احنا المجاهدين. لو كانوا بده يشيلوه لبشار كان شالوه مثل معمر القذافي. ليش؟ لان ليبيا كله نفط، بس لان سوريا ما بيها نفط مثل ليبيا فما بيضربوا. يفكروا انه يضربوا، بس بالعكس هاي الضربه وهذا الاعلام كله حمايه لبشار ده يطول وقت. روح شوف المساجين عم ينقلون بمناطق المكان الأساسي بده يضربون بيها. حماية للبشر مو حماية للشعب. لا بدنا من أمريكا ولا بدنا حدا من الدول الأوروبية تتدخل. احنا لينا الله، والله هو يجيب النصر من عنده. وهل هالتدخل هذا بده يصير بده يتدخل كرمال اللي يقتلونا عنا. بكره بيضربوا قذيفة على النظام وقذيفتين علينا نحن. رأيي أمريكا ما إلها مصلحة تضرب إلا الإسلاميين أول شيء قبل الأسد. تمام؟ الأسد صاحبه كثير من زمان. نحن إن شاء الله تعالى ما يعني نأمل إنه أول شيء تكون الضربات يعني صادقة بالقول والفعل. أتوقع كمان حتى هن جايين تحت غاية ضرب الأسد، بس راح يضربونا عنا. تخوف الغرب من انتشار الإسلام، ونحن طبعا من الأساس مسلمين بسوريا. إذا هن هلا حسوا إنه نحن مسلمين مشكلة يعني. بظن انه طالعين يضربوا تنظيم القاعده او شيء، لاني صار عليه ضجه اعلاميه ضخمه. في طبعا في احتمال، حاطين احتمال يعني. بس نحن مثل ما بتعرف نحن حرب عصابات، ما عندنا مواقع عسكريه كسكنات او مطارات او غيره. نحن صايرين مثل حرب عصابات، ما عندنا تمركز قوي بنقطه واحده.